كله يركز يلا معايا بقولكوا ايه، حد هيسرح ويكلم اللي جنبيه، هيشوف وش غريب ومريب وهيتخض وشعره يشيب، بس الشطور فيكوا اكيد هنسقف. يا مسوقات يا مسوقات احنا معاكي مركزين اللي تقوليه، بس انتي قولي واسألي كمان، كلنا معاكي بس بلاش نط المنه. درس خصوصي مع وئام وجدي على ميجا اف ام. يا صباح الفل عليكم، يوم جديد ودرس جديد على ميجا اف ام من الحد للخميس. افتح انت بس الراديو على 92.7، اكيد هكون معاكم وئام وجدي باذن الله دايما، وكل يوم من 10 ل 11 درس مختلف، كل يوم بيكون في فكره مختلفه، ولكن اطارنا وفكرتنا الرئيسيه للبرنامج هي كل ما هو يفيد البني ادم في علاقته بنفسه وعلاقته باللي حواليه والعلاقات الاسريه والشخصيه. كل يوم بيكون معانا حاجه مختلفه وحاجه مفيده. النهارده من احلى الايام لان بيكون معانا دكتور محمد حسين خبير التنميه الاداريه والشخصيه، هو في الطريق دلوقتي ان شاء الله، وده باذن الله هيكون معانا، واحنا النهارده هنتكلم على حاجات مهمه جدا. اي حد عايز يشاركنا النهارده يبعت اي سؤال او تساؤل لدكتور محمد يبعت لنا على الاس ام اس على 192.7 او يكلمنا على تليفوننا على 3835962 او كمان يقدر ان هو يشارك معانا على البيج على درس خصوصي مع وئام وجدي. خلينا نسمع الننوسه ونبدا اليوم كده لطيف ونرجع على طول. احنا لسه معاكم لغايه الساعه 11. دايما لما بنتخانق مع بعض او لما بنتحط في موقف دايما بنشوف نفسنا اقوياء، انا الاقوى واكيد انا قوي، دي حاجه ما فيهاش تهريج، واللي قدامي بقى هو اللي فيه طبعا المشاكل الكتير. بس احنا النهارده هنتكلم على حاجات معينه، لو فيك يبقى انت فعلا قوي، انت قوي وانت انسان زي الفل. هو انت انسان زي الفل في كل الاحوال على فكره، بس يعني الحاجات دي لو موجوده انت فعلا انسان قوي وما عندكش مشاكل في الحته دي. لكن لو مش موجوده او في نقط منها مش موجوده، اعرف ان في حاجات ناقصه محتاجه منك ان هي تتقوم او تعاد صياغتها او ان انت تتعامل معاها او تتصالح معاها. يعني هنشوف كل ده هنتكلم فيه النهارده مع دكتور محمد حسين، وهو ان شاء الله بعد الاغنيه دي بالظبط هيكون معانا على الهوا. انتوا عارفين النهارده الدنيا زحمه في الدائري وفي المحور، الاثنين فيهم حادثتين وحاجه، يعني الدنيا صعبه جدا. بس احنا معاكم بعد الاغنيه دي باذن الله على طول دقايق وهيكون دكتور محمد معانا باذن الله. دكتور محمد حسين خبير التنميه الاداريه والشخصيه، النهارده هيكلمنا على حاجات معينه فينا لو احنا موجوده احنا كده اقوياء جدا. 3835962 ده تليفوننا، والاس ام اس على 192.7، وصفحتنا على الفيسبوك هي درس خصوصي مع وئام وجدي. وسؤالنا واضح وبسيط وصريح، انت شايف نفسك قوي وليه؟ يلا بينا. واخيرا دكتور محمد حسين بقى معانا في الاستوديو. خدت بالك انت من اخيرا دي؟ انا قصدي واخيرا جه، اخيرا شرف. صباح الفل يا دكتور. صباح الانوار يا وئام، وحشتنا جدا. وانت كمان وكل المستمعين الجمال والله بجد وحشتوني. احنا النهارده اتفقنا نتكلم في حاجه مهمه جدا. احنا هنتكلم في الناس كلها شايفه ان هم ناس جامدين قوي واقوياء قوي، او العكس، شايفين ان في ناس تانية شايفه نفسها مش قويه وضعيفه، وفي شويه مفاهيم كده. اطلع المسطره، نطلع المسطره، نطلع المسطره. عايزين نعرف بقى ايه اللي لو حصل ابقى انا كده قوي، وايه لو حصل ابقى انا فعلا كده شخصيه ضعيفه. حلو جدا. هقول لك بس الاول نقطه مهمه قوي. هو مين هو اصلا شخص قوي؟ مين بقى؟ المسطره. وهو في فرق ما بين القوه والشراسه. ويعني انا عشان ابقى قوي لازم ابقى بتخانق، لازم ابقى صوتي عالي كده وصوتي تخين، وعارفه الناس اللي هو ايه، يحاول دايما يعلي صوته. وبعض الناس بتفهم انه كل ما يشتم ويخوف الناس منه يبقى قوي. دي مش قوه خالص، دي شراسه. وفي احيان كتيره جدا الشراسه دي بتبقى محاوله لتخبيه ضعف عندي. محاوله لتخبيه ضعف ثقه بالنفس، اني ما اقدرش اخش في حوار واكسب، اني ما اقدرش اخش في مشكله واحاول فعلا انهمك واحلها. فاعمل ايه؟ ازعق واعلي صوتي واعمل نفسي عصبي، فاصدر الشراسه للناس عشان ما اقعدش احل. القوه حاجه داخليه، شعور داخلي. الشراسه حاجه خارجيه اظهرها للناس لاي سبب بقى. طيب ممكن واحد يكون قوي وشرس، ممكن واحد يكون قوي ومش شرس، ممكن واحد يكون شرس ومش قوي. 3 احتمالات. ممكن يبقى شرس وضعيف جدا. كتير من الناس الشرسه دي اي مشكله في حياتهم بتوقعهم. طيب يبقى اذا القوه هي حاجه داخليه والشراسه حاجه داخليه.
القوة معناها انك تقدر تكمل حياتك وتقدر تتجاوز الصعاب اللي بتواجهك. يعني انا النهارده لما يجي يقول لي اصل فلان ده واحد مثلا عنده مشكله ويبدا يقارن ان هو مهزوز او عنده مشكله او مأزوم مع حد تاني ما عندوش حاجه، بص الناس حواليها رايقه، بص الناس حواليها ما عندهاش مشاكل، الناس اقوى مني، الناس مش اقوى منك، هو بس لسه لم يختبر او كان مختبر وفاق من الاختبار بتاعه، عنده كل فين عنده امتحان. الفكره ان انت ما تقيمش نفسك وانت في مشكله وانت في ازمه وانت في حاجه ضغط عليك بانك انت تقول ان انا اضعف من الناس التانيه وان الناس التانيه اقوى مني، ده مش حقيقي. كلنا بنمر بازمات، بنمر بضغوطات، المهم انك عشان تتاكد انك قوي انك تقدر تكمل وتقدر تتغلب. الفرق الاولاني ما بين الشخص القوي والشخص الضعيف هو عنصر الاستسلام. اوكي. القوي ما بيستسلمش مهما كانت المشاكل، بيقعد يفكر، يدور على حلول، يسأل نفسه انا المفروض اعمل ايه، مش اللي حواليا غلطانين في ايه، ويحاول يشتغل عشان يعدل حياته للشكل اللي هو عاوزه. فاول فرق في المسطره بتاعتنا قلناه اللي هو الفرق بين القوه والشراسه. تاني فرق اللي بنقوله انه القوي شخص بيكمل، بيفضل عايز يوصل للي هو عاوزه، ما بيوقفش. اوكي. حلو الكلام؟ حلو ده. طيب ماشي. قول يعني حاجة. طيب يعني انا بس عايزه اسال حاجه، هو القوي ده مثلا يعني انت عملت مقارنه يا دكتور بين القوي والشرس. هو الشرس ده عاده بيكون شخص عصبي مثلا، او مثلا شخص ممكن يكون ردود افعاله عنيفه. هو يعني الضعيف لازم، يعني قصدي القوي لازم يكون مثلا في صفات من دي، او لو ما فيش صفات دي يبقى هي ده مؤثر على القوه الضعف، ولا ده ملوش اي علاقه؟ ده موضوع اسمه القوه الشخصيه، وده موضوع اسمه الشراسه. ماشي. القوه ده موضوع ان انا اقدر اتحمل، بالعكس ده احيانا بيكون ان انا امسك غضبي، او الاصل ان انا امسك غضبي ده قوه. الاصل ان انا احتوي المشاكل اللي حواليا من غير ما اللي قدامي ينرفزني. يعني بتكلم مع واحد هو عصبي وعمال يزعق وعمال ينفعل، ان انا ما اروحش للي هو بيعمله ده وافضل دايما هادي ومحتفظ بنفسي وبطريقتي، دي قوه. طيب القوي بيندم؟ القوي بيندم بس بشكل محدود. ما بيسيبش، من ضمن اهم الحاجات المهمه عند القوي ان القوي ما بيسيبش حاجه تسيطر عليه. اوكي. ما بيسيبش عاده سلوكيه تسيطر عليه. ما بيسيبش شعور جامد يسيطر عليه زي شعور الندم. بيندم احيانا وبيراجع نفسه وبيستشعر احيانا ان هو ضعيف او زهقان او زعلان، دي شعور طبيعي يمر. بصي المشاعر الانسانيه كومبليكيتد. مش بس كومبليكيتد، انا بشبهها بالساعه. عارفه ساعه الحيطه الكبيره دي فيها عقرب، العقرب ده عقرب الساعات بيشاور على الارقام كلها. 1 و2 و3 و4 لغايه 12. كل رقم، المشاعر كده، كل رقم من دول كانه بالظبط شعور. فالساعه دي عشان تكون شغاله لازم يكون العقرب ده بيلف على كل الشعور. يعني الناس اللي فاهمه ان القوي ما بيزعلش غلط. القوي ما بيتأثرش، القوي ما بيندمش، ما بيعيطش. لا هو لو عنده الصفات دي يبقى عنده مشكلة تبلد شعوري. ده موضوع تاني. ما بيتعاطفش، ما بيزعلش، ما بيعيطش. واحنا بنربي ولادنا على ان الراجل ما يعيطش، فيفضل طول عمره يكبت مشاعره لغايه ما يبقى عنده مشاكل نفسيه. لا، راجل بيعيط وبيزعل وبينزوي احيانا وبيبقى مزاجه حلو احيانا، وهو قوي برضه وقادر يكمل وقادر يعيش حياته ويحل المشاكل اللي بتواجهه. القوي بيندم، ايوه بيندم، بس ما بيسيبش الحكايه، بس لا يبكي على اللبن المسكوب. بالظبط. يبكي على اللبن المسكوب يعني ايه؟ يعني حكايه تسيطر عليه. يبقى خلاص اللبن اتدلق، وبدل ما يقوم يزعل انه اتدلق لمده 10 ثواني يقوم يمسح ويشيل الحاجه، خلاص يفضل باقي وقع، وكان المفروض، ويا ريتني ما كان واقع، ويا ريتني ما عملت، وطب انا لازم اعمل المهلبيه ازاي دلوقتي؟ الموضوع يسيب شعور يسيطر عليه. فكره الساعه هي فكره العقرب اللي بيشاور على شعور اسمه الحزن واسمه الفرح واسمه التعاطف واسمه التاثر، كل ده شغال. لو الساعه بتنط من رقم لرقم، بتنط من 1 ل 3 وما بتعديش على رقم 2، يعني الشعور ده ما بحسش بيه، تبقى الساعه بايظه. ولو الساعه وقفت عند رقم معين وقفت فتره طويله تبقى برضه الساعه بايظه. اوكي، حلو ده، انا فهمت. طيب اتمنى انتوا كمان تكونوا يعني مركزين معانا، واحنا لسه مكملين في الصفات اللي موجوده في الانسان القوي. لو هي موجوده انت فعلا قوي، لو مش موجوده مش انت معناها انك ضعيف، معناها ان انت في عندك قصور في النقطه دي، وهنصلحها باذن الله. تعالوا نسمع حاجه مصحصحه كده ونرجع تاني. ماشي يا دكتور؟ يلا بينا نسمع يا لوز مؤشر، ايه رايك؟ يا لوز مؤشر، يا لوز. دكتور محمد حسين، خبير التنميه الاداريه والشخصيه، منورنا النهارده زي كل يوم 4. واحنا النهارده بنتكلم على الحاجات، الصفات اللي فعلا لو فينا هنبقى احنا اقوياء. واحنا اتكلمنا اول حاجه وقلنا ان القوي مش شرط يكون شرس، مش شرط يكون صوته عالي، مش لازم ابدا يكون بني ادم ما عندوش عواطف. صحيح. القوي بالعكس ده هو اللي بيتحكم في غضبه. بالظبط. اوكي، القوي ما بيندمش، ما بيقعدش فتره كبيره في الندم.
القوي بيعمل ايه كمان؟ القوي زي ما اتفقنا انه مش بس الندم، القوي ما بيسيبش شعور واحد يسيطر عليه لفتره طويله. بيزعل، بيتاثر، بيتضايق، بيحبط، طبيعي جدا، هو بني ادم، ولو ما بيحصلوش الحاجات دي عمره في حياته يبقى زي ما اتفقنا عنده مشكله تبلد وعدم تعاطف. مهم قوي حكايه انه ما يسيبش شعور يسيطر عليه. بس عايز اقول حاجه، احنا لما بنتكلم مش عشان الناس تقعد تقيس نفسها هي قويه ولا لا، والقوي يفرح واللي مش قوي يزعل، لا، بنقيس عشان ندي حضرتك وحضرتك روشتة تشتغل عليها عشان تبقى قوي. فده هدفنا ان احنا نبقى اقوياء حتى لو احنا مش اقوياء بهذا الشكل. ماشي. طيب الحاجه الثانيه المهمه قوي عند القوي اللي بيعملها ان القوي عنده كونسبت انه ما يعطلش، ما يوقفش على حاجه كتير. مش بقى مساله شعوريه، مشكله واجهته، ملف في حياته فيه مشاكل، ما بيوقفش عنده كتير. هو مؤمن بفكره ان هو يقدر يتجاوز الحكايه دي، سواء كانت مشكله في الشغل، سواء كانت مشكله في حياته الشخصيه، عنده كونسبت ان هو لازم يكمل. اوكي، كونتينيتي، استمراريه دي كده. الضعيف لا، دايما بيعطل. حصل مشكله في الشغل فيقعد يزعل ويتضايق ويكتئب ويفكر يسيب الشغل. يحصل مشكله في حياته الشخصيه او يهرب بالظبط. يحصل مشكله في الشغل فيقف عندها ويعطل ويتضايق دايما عنده بيقف كتير. القوي ما بيقفش، القوي مؤمن هو لازم يتجاوز. ايه ده يعني هو ما بيتضايقش؟ لا، ما احنا قلنا بيتضايق، بس بيتضايق شويه وبيعيط وبينهار وبيكتئب شويه كل الحاجات، بس بيقوم تاني. بالظبط، يبقى عنده كونسبت انه لازم يكمل. هنعمل ايه؟ ما عندوش اوبشنز تانية في دماغه تقول له هو انا هكمل ولا لا؟ هو انا هكمل في شغلي؟ لا، انا هكمل. هفضل افكر هكمل ازاي، هفضل افكر اتعامل ازاي مع المشكله دي، لكن انا هفضل قدامي حاجه واحده بتقول لي انا لازم اكمل. تمام. عشان كده لازم كل واحد بيسمعنا يبقى وهو بيسمعنا بيسال نفسه هو يقدر يكمل ازاي، هو ده اللي هو لازم يفضل على طول يفكر فيه. طيب في ناس كتير جدا لما يعني ممكن يكونوا في كل النقاط اقوياء، الا مثلا ان مثلا موت الاب او موت الام، فيبدا ان الشخص ده يقف تماما، توقف عن الحياه فعلا، او يموت اي حد عزيز عليه عامه. فهو يبقى ناجح في كل مجالاته وهو فعلا قوي وهو كل حاجه، بس يموت الشخص ده او تخرب جانب من جوانب، بس هو عنده نقطه ضعف في دي، فهل ده يصنف ضعيف ولا ده قوي بس عنده مشكله؟ حلو قوي. في فرق بين الانسان اللي عنده نقطه ضعف والانسان الضعيف. اوكي. اللي عنده نقطه ضعف هو انسان تكتمل فيه معاني القوه، معاني المحاولات، محاول انه يستمر، ما بيستسلمش زي ما قلنا من شويه حاجات، لكن ممكن جدا يكون ضعيف قدام ولاده، ضعيف قدام مامته، ضعيف قدام اخوه الصغير، ضعيف قدام مشهد. ده لا ينقصه شيء الا اذا كان الضعف، نقطه الضعف دي سيطرت عليه. بقى كل حاجه في الحياه بيتحرك من خلال نقطه الضعف دي. هنا يبقى في مشكله، هنا بدات نقطه، ما تبقاش نقطه ضعف بقى، بقت بقعه ضعف. مش نقطه بقى، بقعه ضعف، حاجه عماله توسع كده لغايه ما تسيطر عليه. لكن الطبيعي جدا ان واحد يكون ضعيف جدا قدام مامته، ضعيف قدام ابنه، ضعيف قدام واحده بيحبها، ضعيفه قدام جوزها، يعني ده شيء طبيعي جدا انه يحصل. لكن المهم انها ما تسيطرش عليا. ما تسيطرش عليا ازاي؟ بان انا اديها مساحتها، اديها حجمها الطبيعي في حياتي. اوكي، يعني مش شرط ان يكون عندك نقطه ضعف انك تصنف انسان ضعيف. بالظبط كده. تمام. ايه كمان اللي يعني يخلينا نقول ان الشخص ده قوي او ضعيف؟ القوي انسان متكيف. القوي انسان ادابتيشن. يس، عنده فكره ان هو يغير من نفسه عشان يقدر يعيش مع المحتوى اللي حواليه. يعني واحد كان عنده فلوس كتيره جدا وحصل له مشكله، ما بقاش عنده نفس القدر من الفلوس، يقدر يعيش مبتهج وسعيد وبيزور الناس، ما يبداش يغير في حياته بناء على الظروف، لا، يغير في نفسه. ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني ما يبداش مثلا يقطع علاقاته بالناس اللي كان بيعرفهم ايام ما كان معاه فلوس، ما يبداش يقعد لوحده. هم هيقطعوا علاقاتهم بيه اصلا لوحدهم، مش محتاجين يبقى كسب. هم كده هيبيعوه. يبقى كسب لانه خرج ناس مش مهمه خالص من حياته يعني. لكن قصدي انه بيبدا يشوف هو المفروض يعمل ايه عشان يأكد في الحكايه دي. لكن ما يبداش يتضايق، يكتئب، ينزوي، ينعزل، يبطل يعمل حاجات كتير في حياته عشان بس مش طبيعي يتاثر، وطبيعي يعزل، وطبيعي يكتئب، وطبيعي ينزوي. يتاثر زي ما اتفقنا، يتاثر، ياخد وقته يعني، لكن يقوم زي ما اتفقنا. القوي هو الانسان مش اللي ما بيقعش، القوي هو الانسان اللي بيقوم. كلنا بنقع، واللي يقول لك ما بقعش ما بيحسش. او بيضحك على نفسه او بيكذب علينا. بالظبط. لكن فكره ان واحد ما بيتضايقش خالص دي مش موجوده. انا شخصيا بعترف اني بتضايق، وفي حاجات بتعكر مزاجي، بس بقوم منها ان شاء الله الحمد لله. بفكر انا محتاج اعمل ايه، انا منتظر مني اعمل ايه، ايه الحاجات اللي انا لو ما عملتهاش الدنيا هتقف فيها. في ناس محتاجه تسمعني، في ناس محتاجه يبقى لازم اقوم، محمد قوم خلاص، فنقوم. لكن كلنا لازم يحصل معانا كده، احنا بني ادمين
ربنا قال عننا ان احنا هيحصل معنا كده. لكن نقوم القوي انسان بيتقبل فكره التغيير وبيتكيف معاها وبيتعايش معاها للاحسن. ما بيقعدش يعطل ويقعد يبكي بقى على اللبن المسكوب بقى، فكره ان انا كنت زمان غني، كنت زمان عندي صحه، كان زمان عندي بوزيشن، لا خالص. تلاقيه كان في منصب كويس جدا وساب وراح فتح شركه ونجح فيها، خسرت الشركه وقفلت، راح اشتغل موظف في حته، هو متكيف ومتعايش ومش مكتئب ولا حاجه. القوي انسان بيتكيف. بس صعبه شويه، محتاجه قوه طبعا. محتاجه قوه، محتاج ان هو يبقى ما بيستمدش مصدر قوته من حاجه خارجيه. اصل يعني دي نقطه اللي هنتكلم عليها بعد الاغنيه، فكره التغيير نفسه بيعمل اضطراب عند البني ادمين. يعني في ناس كتير جدا بتخاف من التغيير اصلا، فكره التغيير، ففكره ان انا ابقى عندي روتين وثابت عليه وهو ده دخلي وهي دي حياتي وهو ده بيتي وده الفلوس اللي بتجيلي ودول اهلي والناس دي، اي حاجه تتغير في الخريطه اللي انا عايش فيها دي بتعمل صدمه كبيره جدا عند الناس. في ناس عندها فوبيا من التغيير اصلا، لدرجه ان هم ممكن يبقى الشارع ده زحمه وفي شارع كده بس هم متعودين يسلكوا الشارع ده. انا عارفه ناس كتير، انا شخصيا من الناس دي. فيعني هل دول مثلا لما يتغير حاجه من دول اقدر اصنفهم من الضعفه ولا في ايه بالظبط؟ ده اسمه ايه؟ عدم حب التغيير وعدم تمني الناس في التغيير 3 حاجات. ناس تشينج لافرز، ناس بيحبوا التغيير، ناس بينفذوا التغيير لما يقع عليهم، وناس بيكرهوا التغيير. ده ملوش علاقه بقوه الشخصيه وضعفها، لكن خلاص حصل يعني مساله تحبي تغيري، لا. طيب لو جت تغيير وبقى جزء من حياتك، هتعرفي تعيشي مع الوضع الجديد ولا لا؟ هنا نتكلم بقى. طيب نقف عند النقطه دي. يعني انا ما احبش ان انا اخسر فلوسي، ما احبش ان انا اخسر منصب، ما احبش، مش عايز، ما احبش اغير الشارع اللي بمشي فيه. لكن لو فرض عليا عارف تعيش، عارف تكمل، يبقى انت قوي. مش عارف تكمل يبقى هنقف عند هذه النقطة. هنرجع تاني بعد الأغنية دي. احنا لسه معاكم لغاية الساعة 11. منورنا دكتور محمد حسين، خبير التنمية الإدارية والشخصية. القسم أسس على 192.7، وصفحتنا على الفيسبوك هي درس خصوصي مع وئام وجدي، وكمان تليفوننا 38355962. خلينا نسمع أصالة ونرجع تاني. عن الشخص القوي النهارده كلامنا عن الصفات اللي فيه وعن الحاجات اللي فعلا لو شفناها او نقدر نقول نشاور عليه كده نقول ده قوي، والحاجات لو مش موجوده مش هيبقى ضعيف، هيبقى في عنده نقطه ضعف. صح كده؟ صح كده. طيب دلوقتي انا جاي رساله من ماليزيا، واحد بيقول لي بسمعك وانت اتاخرت مذيع، ينفع كده؟ يا نهار ابيض، فضحنا حتى في ماليزيا. يعني صيطنا لغايه ماليزيا يا دكتور. الناس اللي مش عارفين تلتزم بمواعيد دي يلا يلا يا ايوه كنا بنتكلم بقى على الشخص القوي. احكي لي بقى. اوكي بصي بقى، من الحاجات المهمه قوي في الشخص القوي ان هو مهتم بالناس، يحب يعامل الناس كويس، لكن موضوع الناس ده مش بيسيطر عليه. يعني فكره ان حد يبقى زعلان منه، ان حد يبقى مش مبسوط، يعني راي الناس من الاخر، يعني راي الناس فيه وفي سلوكياته وفي شخصيته ما بيفرقش معاه كتير. بيسمع ويفرز كده ويفكر ده كلام منطقي، ده كلام جاي من غيره، ده كلام جاي من عدم فهم ولا لا، وخلاص بيديله حجمه الطبيعي. لكن مفيش حاجه اسمها واحد قال لي كلمه بوظ لي يومي. مفيش حاجه اسمها واحد في ناس حسيسه يا دكتور. اوكي فاين، ما هو المشاعر لو سبناها تبقى اكتر من اللازم هتاثر علينا، لان المشاعر بتستهلك وقتنا وبتستهلك صحتنا احيانا. فلو سبناها تاخد المساحه دي، طبعا في ناس مهمين. يعني ممكن واحد يبقى مهم عندي فيقول لي كلمه اوكي تفرق معايا، اقف عندها شويه. لكن واحد مش مهم خالص عندي، واحد من زميلي في الشغل قال لي انت والله انت مغرور قوي مثلا. بيقولوا لي الموضوع ده ايه اللي حصل يعني؟ طيب ماشي، شوف الحمد لله، اقعد على الكرسي ما اقعدش رجلي حتى، خلاص الموضوع سهل يعني. يعني مفيش مساحه انه مهم قوي راي الناس فيا ده. لا مهم او نحترمه، بس ما بيسيطرش عليا، ما بيشغلش بالي 24 ساعه ويبدا بقى يحركني في اللبس وفي الاكل وفي الشرب وفي سلوكياتي، وهخرج امتى وهرجع امتى. في ناس ممكن حياتهم تتدمر يومين 3 عشان كلمه سمعوها. طبعا يعني ممكن يكون الناس دي اصلا ولا فعلا اي حاجه. طبعا. طب دول معناه انهم عندهم فعلا مشكله في الشخصيه، في الضعف. بصي بقى هقول لك حاجه، الفكره كنت هقول لك كلمه في الاخر بس انت سالتيني دلوقتي، هو ما فيش حد شخصيته قويه 100% ولا حد ضعيف 100%. بالظبط، هي نسب. انا بحط مؤشر كده شبه المسطره برضه. كام من 10 7 8 6 5، وانا المفروض ان انا بشتغل على نفسي وبتعلم حاجات وبنسمع حاجات مفيده عشان نتحسن. يعني النقطه دي غلط، طب انا هوقفها. فابدا اتقدم. يعني ممكن يكون انا عندي صفات قوه بس عندي حاجه من الحاجات دي مش موجوده، طب اعمل ايه؟ اتعلم في الظروف اللي حصلت لي، في المشكله اللي حصلت لي، ان انا اتجاوز. فلما اتعلم ان انا اتجاوز ده ابقى خلاص اكتسبت صفه احسن من صفات الناس الاقوياء. 80% من المصريين سلوكهم كله يعتمد على الناس هتقول ايه. يعني كنت عملت قبل كده يعني كذا حلقه على تجهيز العروسه في الطبقات اللي هي يعني اقل من المتوسطه. كنت بقول ان الداده بتاعتي بتجهز بنتها 40 فوطه، 40 ملايه، 3 بوتاجاز،
غسالتين، 3 طقم حلل، مايكرويف، بيجيبوا حاجات اكتر من طاقتهم، وبيتفرش الجهاز العروسه ده في الشارع. اوكي، ده ليه زفه لوحدها، بيبقى فيه دي جي، والحاجه بتتفرش والكراتين بتترص والسرير بيتعمل والمفارش السرير والكلام ده، والناس بتيجي تبص وتفتح في الكراتين وتزغرط وبتاع، لمجرد ان انا ده غير 10 بطاطين تقريبا. انا مبرق طبعا، شوف انا عامل ازاي، انا مبرق يعني. لا ده حقيقه. ليه؟ لان ما ينفعش، لازم الناس تقول ايه 40 فوطه. ايوه والله ما بهزر. طب والله لما اروح لعندهم عندي كام فوطه في البيت. لا هو اكتشفت برضه، كنت بتكلم مع صديقه امبارح وقالت لي ان كل ما البني ادم اعتقد يعني بيزيد مستواه التعليمي بتقل الحاجات دي. انا ما جبتش فوط، انا جبتش 40 فوطه دي. تقل فوط وملايات. بس برضه في علاقه منطقيه، يعني 40 فوطه يبقى غسالتين، غساله واحده مش كفايه. لا وايه بقى، بتقولي كمان ان العروسه لازم مش عارفه في اول شهر او 30 يوم من جوازها لازم كل يوم تنشر حاجات جديده عشان ايه، والناس تتفرج يعني الناس واخده حيز كبير بجد والله العظيم، مش تهريج، ده حقيقي. والست دي مش بتطحن، يعني عارفه اللي هو بتشقى على عيالها عشان تجيب الهري، بتجهزها وهي عندها 10 سنين البنت، يعني بتحوش وتعمل جمعيات من وهي 10 سنين عشان توصل ان هي تجهز بنتها وتوصل للفقره دي في حياتهم العروسه. ليه بقى؟ عشان الناس ما تاكلش وشي، الناس تقول علينا ايه، يقولوا ما جهزوهاش. بس ده بقى ايه، اتيتيود المجتمع كله، يعني الطبقه دي كلها بتفكر كده. دول كلهم عندهم مشكله في شخصيتهم. نجيب ايه، نبيدهم، طب نعمل ايه؟ طيب بصي اقول لك على حاجه، هو مش الطبقه دي باينه في ده، باينه في مساله الفوط والغسالتين ومش عارف ايه، لكن في حاجات تانية مش باينه فيها. يعني مثلا في طبقات تانية لا، الفرح مهم جدا، يعملوا فرح يكلفهم كتير جدا ويبقى البيت ناقصه حاجات مش مهم. ثقافه الناس، احنا مشغولين قوي براي الناس فينا قوي يعني بشكل كبير، وده غلط، وده بيفسد حياتنا، احنا مش حاسين. يعني بتلاقي نفسك بعد شويه ما بتعيش اللي انت عاوزه، نفسك تلبس بس اصل الناس، نفسك تعمل بس اصل مش عارف ايه، يعني لا. وعايز تروح، يعني لا عندنا مشكله في ده، بس ده مش علاقه بضعف وقوه الشخصيه، هي علاقه بالتفاخر في المجتمع. احنا عندنا للاسف من اسوأ الحاجات اللي موجوده في الثقافه العربيه والمصريه، يعني احنا طبعا واحده مساله التفاخر، المهم عندنا قوي ان احنا نتنك على بعض. طبعا. انا ايه بقى اعمل ايه؟ انا عايز اجيب، يعني مثلا حد يقول لك ما يصحش تمسك الموبايل ده، ليه يا عم؟ استغفر الله، حرام. لا اصله قديم، مركزك ما يصحش. علاقه ان انا راجل ايه يا عم، ماله، انا شغال معاك، انا متعايش معاه يعني. ما يصحش عربيتك مش عارف، ما يصحش تسكن ما يصح ايه عدم صحته يعني. من انهي باب؟ باب انه الناس شكلك قدام الناس. فده جزء طبعا مفسد للحياه، لاني مش عارف اعيش، عايز اعيش زي ما الناس عايزه، ولو انا محاط بقى بمجموعه من الناس بيتفخروا عليا، فبنبقى في سباق ما بيخلصش. مين جاب ايه؟ مين صيف فين؟ مين راح فين؟ خلاص السباق ده ما بيخلصش. فما بنوصلش منه لاي حاجه. انا عايزه اقول لك، انا نفسي يعني ازرع النقطه دي في دماغ الناس، مش عارفه اعمل ايه، كل ما اتكلم مع حد الاقي حيطه بسد. بس عايز اقول لك ان الاجيال اللي جايه عندها قدر كبير من التمرد على الثقافات دي. اتمنى. يعني لا، في حصل، انا بشوف كده بيرفضوا بيتريقوا، وتابعي السوشيال ميديا لا ما انا متابعه، بس وقت الجد ما اعرفش بيقدر. انا عملت حلقه ولقيت الناس كلها احنا مقتنعين جدا بكلامك، طب وبنتك لما تبقى انت اتجوزت بالطريقه دي، طب بنتك لما تيجي تتجوز؟ قال لي والله لو كان المجتمع كله اتغير اوكي، لكن لو ما كانش اتغير انا مش همشي ضد التيار، لان انا مش هخلي بنتي اقل من الناس. لا هي بنته بقى هي اللي هتقول له مالكش دعوه. اتمنى ده الجديد بقى، يعني لا الشباب بلطجيه يا رب مسيطرين في الامور دي. طيب نرجع تاني، ايه كمان من الصفات الشخص القوي؟ احنا اتفقنا ان هو ما بيفرقش معاه قوي راي الناس بالحد المزعج، واتفقنا ان هو ما بيستسلمش، يعني عنده فكره عدم الاستسلام. يعني نقطه مهمه قوي بقى، ما بينتظرش الشخص القوي او ما بيتوقعش النتائج السريعه. يعني هو مش عايز يعمل حاجه النهارده ياخد نتيجتها النهارده، هو خلاص بقى مؤمن ان ده الصح فهيفضل يعمله بغض النظر الصح ده هيجيب له نتائج كويسه في الاجل القصير او لا. انا هكمل كده، مش ده الصح انا هعمله. مفيش بقى فكره ان انا عايز اعمل ده النهارده عشان تجيني نتيجه بكره، او عايز بعد بكره. فاهم ان في كل حاجه بتاخد وقتها، في حاجات بتاخد يوم، في حاجات بتاخد شهر، في حاجات بتاخد سنين. اللي بيعمل دراسات عليا مثلا بيقعد يعمل في الدكتوراه 3-4 سنين، بيقعد يعمل 3-4 سنين كل يوم الصبح هو ديديكيت للقصه دي، عايز يخلصها كويس. معلش انت على وشك مع معالم امتعاض كثيره. لا خالص، في ناس بتعمل انا بحب العلم طبعا ربنا يسامحهم يعني. حاجه حلوه يا دكتور اهو كويس، ماشي حالك يعني لا ما هو لو ما كانش في ناس زيك يا دكتور ما كانوش هيبقى احنا نستفيد امثالي من الناس اللي هم مش عايزين يعملوا ده وعايزين يسمعوا يعني. فهي فكره انه الشخص اللي هو شخصيته قويه ما بيزهقش بسرعه
في هو رايح لاهدافه، فاهم ان في حاجات بتاخد وقت، هو محتاج ياخد وقت عشان يتعلمها، شويه صبر يعني. بالظبط كده. طيب حلو ده، احنا معاك. يلا. احنا نسمع عمرو دياب نسمع بس كده ونرجع تاني هنكمل صفات الشخص القوي. احنا لغايه الساعه 11 معاكم، ولسه معاكم وئام وجدي وكمان دكتور محمد حسين منورنا في الاستوديو، خبير التنميه الاداريه والشخصيه. هنسمع الهضبه ونرجع. ده اخر لينك للاسف الشديد معانا. طيب احنا طبعا يعني مش بنكف عن ابهارك يا دكتور. حقيقه صح. بس ما علينا، مش هو ده موضوعنا. الشخص القوي هو ده موضوعنا النهارده. خلينا في الحاجات اللي نفهمها دي. الحاجات الواضحه اللي فيها كلام يتقال. ايوه احنا بنتكلم عن الشخص القوي. اوكي. كنا بنتكلم اخر حاجه عن ان هو ما بينتظرش نتائج سريعه، عنده صبر شويه ان هو يتحمل. اخر حاجه خالص، الشخص القوي شخص ما بيخافش من الوحده. مين ما بيخافش من الوحده؟ ما بيخافش من الوحده بالمعنى المزعج. ما يحبش يقعد لوحده، ممكن يحب يكون مع الناس اوكي، لكن يخاف من الوحده، يحس ان هو دايما محتاج حد يساعده، دايما محتاج حد يسنده، دايما محتاج حد يفضفض له. ده فكره احتياجه للناس قليله شويه عند الشخص القوي، لان هو عنده مصادر قوة داخلية، عنده مصادر اعتماد، يمكن على اعتماد إلهي مثلا، بيعتمد على ربنا سبحانه وتعالى، أو حتى بيعتمد على نفسه بشكل كبير. فمش حاسس إن هو طول الوقت محتاج حد جنبه ينصحه، حد جنبه يوجهه، وحد جنبه ياخد بإيده. لا، الشخص القوي شخص يميل أكتر للاعتماد على نفسه، يميل أكتر إنه يتوازن بنفسه. حتى لما بيحصل له مشكلة بيحاول يقوم، بيحاول يعافر من نفسه عشان يبقى أحسن. ده الفرق الأخير ما بين الشخص في حلقتنا، لكن في فروق تانية طبعا، فروقات تانية ما بين الشخص القوي والشخص الضعيف. وزي ما اتفقنا ان احنا بنسمع الكلام ده عشان نحاول نبقى أقوى، عشان نحاول نحط المسطرة نتدرج فيها للأحسن، ونقول لنفسنا ان مفيش حد جايب 100% ولا في حد 0%. احنا كلنا محتاجين نحاول نطور من شخصيتنا. عشان كده دايما بقول للناس اتاكد دايما انك عايش صح، وبتعمل كل حاجه في حياتك صح، وخليك فاكر ان دايما في طريق احسن تعمل بيه كل حاجه في حياتك. ارجوك اوعى تبطل تدور عليه. فكره ان انا ما ينفعش ابطل ادور على الطريق الاحسن. هو في بني ادم حياته كلها صح؟ لا. اوكي. ما يبقاش بني ادم. مفيش كده. ولا في الدين ولا في الدنيا. مفيش انسان ما بيغلطش، مفيش انسان ما بيسوقش التقدير احيانا، بس في انسان بيتمادى في اخطائه وما بيعترفش باخطائه، فبيفضل متخيل ان هو عايش صح. وفي انسان، وعلى فكره هو الفكره ان كلنا يعني لو سالتيني السؤال، هو الناس متخيله كل واحد متخيل انه عايش صح 100%، لكن على حقيقه الامر بالمسطره اللي هنطلعها، سواء كانت مسطره دينيه، مسطره دنيويه، مسطره مهارات شخصيه، هنلاقي عنده جوانب قصور. والا هو عايش يعمل ايه؟ هو لو بلغ الكمال خلاص يمشي بقى، خلاص قفل العداد يعني. انت قاعد معانا ليه؟ انت حضرتك تمام. احنا ناس غلابه بنجتهد، انت تمام. هو كده خلاص. لا، مفيش حد كل حياته صح، بس في واحد فاكر ان كل حياته صح فبيكابر. مهم قوي ان الانسان اخر نقطه تاني، ان الانسان القوي انسان يواجه نفسه بحقيقه نفسه، بس زي ما اتفقنا يواجه نفسه بصدق وبرفق. بصدق يعني ما يضحكش على نفسه ويوهم نفسه ان هو احسن من اللازم بكتير، او اوحش من اللازم، يكون مزاجه وحش بقى يقعد يحبط في نفسه، وانا ولا حاجه وما عملتش حاجه في الدنيا وكل الناس احسن مني. ده غلط. فيواجه نفسه بصدق، يبقى صادق مع نفسه وبرفق. بلاش حكايه جلد الذات دي. خليك لطيف مع نفسك. يعني ما تطلبش ان الناس تبقى لطيفه معاك وانت لما بتمسك نفسك تدي نفسك علقه. يعني خليك لطيف. يعني الكلام كله حلو، ولكن مثلا احنا لو مسكنا طبعا، وده هيضطر بقى في حلقه تانية عشان خلاص احنا وقتنا بيخلص. يعني احنا عشان نعالج ده، او عشان ان احنا نتحول من شخصيات فيها نقاط ضعف او فيها نقط فيها مشاكل وعايزه تتصلح، عشان نبقى انسان، مش هنوصل للبيرفكت، مش هنوصل للكمال، لكن هنوصل ان احنا نكون نحسن النقط دي. يعني لو مسكنا عيب البني ادم مثلا اللي ما بيقدرش يعيش من غير ناس ودايما بيحب يبقى في ناس حواليه، ده لما يجي يعالج النقطه دي يعمل ايه؟ بيحب يعيش مع الناس حواليه كويس قوي، يستمتع بوجود الناس حواليه كويس. ايوه، ما بيقدرش يقعد لوحده، لكن يعمل طقوس مع نفسه، يصاحب نفسه. اول حاجه انه يتقبل نفسه ويرضى عن نفسه. اكبر مشكله ان الناس بتحب تعيش مع ناس حواليها كتير طول الوقت، انه بيحاول يهرب. ينسى مين هو وبيعمل ايه وشخصيته عامله ازاي، فيهرب من كل ده، وانه يروح يقعد مع الناس عشان يقعد يتكلم طول الوقت معاهم. لازم تصالح نفسك. انت زعلان من نفسك قوي كده ليه؟ اقعد مع نفسك. زعلان من حاجه مش عارف يتخلص منها، صالحها وتقبلها. لازم تتقبلها. مفيش حد، ما انت مش ملاك، انت مش نبي، انت بني ادم. اذا ما عشتش حياتك تصلح في اخطائك، وما انت عايش تعمل ايه؟ اذا ما عشتش حياتك تطور في نفسك، وما انت عايش تعمل ايه؟ كلنا لازم نعيش كده، نحط لنفسنا خطط. فينا اللي عايز يحسن شكله، وفينا اللي عايز يحسن مظهره، وفينا اللي عايز، كل واحد بقى صحيا عايز يخس، عايز يتخن، اي حاجه. مفيش حد كده كامل. فانت ليه متخيل ان انت الوحيد اللي عندك نواقص؟ كل الناس اللي بتشوفهم عندهم نواقص، بس انت مش مطلع على
حياتهم الشخصيه. يعني ممكن يكون الشخص ده بيهرب بس مجرد من مشكله عنده، بيهرب متضايق، مش بيعرف يقعد لوحده، انه ضميره بيأنبه اكتر من اللازم، حاسس انه بلا قيمه، بيلاقي قيمته وسط الناس، بيقعد بينه وبين نفسه ما بيحسش بقيمته الشخصيه، وان هو انسان كويس وان هو انسان محترم. فده مهم. احنا محتاجين جدا كل نقطه، يعني مش شرط نقول للناس ان هو دي المشكله، لا احنا عايزين نقول لهم هنصلح المشكله ازاي، نقول لهم حاضر. فاحنا الحلقه الجايه باذن الله هنمسك حاجه من الحاجات دي، نقول المشكله وعلاجها، يعني عشان يبقى روشته كامله. يلا بينا. طيب احنا خلاص حلقتنا خلصت طبعا. يلا. فهنعمل ايه بقى؟ هو بقالي كذا حلقه ما جيتش، المفروض اقعد وقت اكتر. المفروض انا قاعد والمفروض تيجي بدري وحاجات كتير يعني عشان نلحق نقفل. طيب انا بشكركم جدا، بشكر كل الناس اللي سمعتنا، وانا اسفه اني ما قدرتش على النهارده رسائل او ناخد تليفونات، عشان بس كان يعني دكتور يقدر يقول معلومات اكتر والناس تستفيد اكتر. اكيد بشكر دكتور محمد حسين خبير التنميه الاداريه والشخصيه، بشكرك يا دكتور ونورتني. ربنا يخليك. بشكركم كلكم، وباذن الله احنا بكره لينا ميعاد تاني في نفس الميعاد بين الساعه 10 للساعه 11 ودرس خصوصي جديد، ودكتور محمد باذن الله هيكون معانا الاسبوع القادم في نفس الميعاد. كنت معاكم وائم وجدي. باي باي. لا يعني ايوه انا عايزه بس تاكيدات كده بس خلاص.